من الاكتئاب اللي كانت فيه، وبدات كتهمل الاشغال ديالها ومرضات ديال بصح. اما محمد فكان كيزيد في الوحشيه ديالو لدرجه انه اقتنع بكلام الاخت ديالو اللي كانت حاسده ياسمين، وبدا تيقول ان ذاك المعامله الزوينه اللي كان كيدير معاها في الاول كانت بسبب السحر اللي كانت ساحره ليه. الامور بقات غاده وهي كتدهور، ومحمد سامح في ياسمين ومشى عند عائلته في الوقيته اللي كانت محتاجه ليه اكثر من اي وقت فات. من بعد هذا الشيء هذا اللي داز كله، وبالضبط عام 2013 غادي يطلقوا بجوج، وكل واحد غادي يشد طريقه، وغادي تنتقل ياسمين لواحد الشقه واحده اخرى في حي الزمالك باش تعيش فيها. كانت ولفت تسكن في هذا الحي ولفت الحياه ديال الرفاهيه. وكان هذا القرار هو بحال اللي نقولوا قرار غير صائب خداته في حياتها. المهم ياسمين شويه بشويه بدات كتأقلم، وبدات يعني كتوقف على خدمتها بيديها، وبدات مره